عايزين بقى نركن الدوري المصري بكل انتماءاته بكل تحفيلاته على جنب، ونركز دلوقتي مع منتخب بلدنا، منتخب مصر اللي عنده لقاء مهم جدا 5/9 مع منتخب اثيوبيا، وعنده لقاء تاني 9/9 مع المنافس المباشر بوركينا فاسو في وجدوجو. اللقاء مهم جدا جدا. المنتخب المصري في المركز الاول برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، والحاجات دي ما بتحصلش كتير يعني. منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني. عندنا لقاء مهم مع اثيوبيا يوم الجمعة الساعة 10 5/9 على استاد القاهرة. بنتمنى 50,000 متفرج يقفوا يدعموا ورا منتخبنا المصري. عايزين كلنا ورا منتخبنا المصري والاستاد يكون مليان. انا مش فارق معايا ولا احنا مين اللي لابس تيشيرت منتخب مصر ولا انتماءاته ايه. انا فارق معايا ان في 11 راجل لابسين فانيلة المنتخب ونازلين يكسبوا عشان نحافظ على المركز الاول ونفضل زي ما احنا، ونحافظ على فرق ال5 نقط اللي بيننا وبين بوركينا لغايه ما نروح لهم عندهم ويحلها ربنا. كل التوفيق والدعم لمنتخبنا المصري والكابتن حسام حسن في لقاء يوم الجمعه ان شاء الله، وانتصار عشان نحافظ على مركزنا، عشان نقدر نضمن صعودنا لكاس العالم المقام في امريكا وكندا والمكسيك 2026. بالتوفيق ان شاء الله، وباذن الله مكسب لغايه ما يجي لنا ماتش بوركينا يحلها ربنا. سلام.